لحضرتك، هل الأطباء في مصر محتاجين لرفع الوعي فيما يتعلق باستخدام المضادات الحيوية؟ طبعا احنا بنحيي وجود وزاره الصحه، ودي كلنا لازم نفكر مره ثانيه. مش هناخد دواء الا لما يكون في ايعاز ويكون في حاجه طبيه. اتنين، انا احيانا بدي الدواء بعد اسبوع. انت بتجيني النهارده اقول لك تعالي بعد اسبوع، مش هكتب اي حاجه خالص، اطلب منك تحليلي بقى اسبوع اسبوعين هتاخدي مني الدواء. مش السرعه في كتابه الدواء دي، اعتقد ان دي مش، الحمد لله انا مش متميز بيها. انا بطيء جدا في كتابه الدواء، لان احيانا الدواء بيبقى ليه مشاكل كثيره جدا، وفي دواء يعالج الحساسيه يعمل حساسيه عند واحد تاني ويقفل صدره ويوقع شعره. في بعض الادويه كده، يبقى مش هنكتب ادويه الا لما نكون محتاجينها. وقبل ما بكتب الدواء انا بقول له هتكمل معايا، بطل الدخان، هتكمل معايا، هتاكل كذا، اخر مره اكلت جرجير امتى، اخر مره اكلت فلفل امتى، ما تعرفش حاجه اسمها فراوله وتوت، لا، الحاجات دي كلها بكتبها قبل ما اكتب الدواء. يعني نتمنى ان احنا يبقى عندنا الثقافه دي باذن الله، لانه فعلا موضوع في غايه الاهميه، الحد من استخدام المضادات الحيويه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي بدران.